أحبائي، أسعد الله مساءكم بكل خير. الإيجار القديم في 100 سنة. للأسف كلنا بنغلط غلطة. آه، جايز تكون مقصودة إن إحنا نغلطها. الغلطة دي إن الإيجار القديم كله اتحط في كفة واحدة، والدولة اتعاملت معاه على إنه شيء واحد. الإيجار القديم هو شيء قعد 100 سنة، علاقة قعدت 100 سنة، بدأت من العشرينات وانتهت في سنة 96. الإيجار القديم هو 4 مراحل في الحقيقة، 4 حقب. أول حاجة عدى عليه دستورين أو 3. يعني الإيجار القديم كان فيه دستور حاجة وعشرين، وبعدين دستور 71، وبعدين دستور 2014. عدى عليه 3 4 دساتير. الإيجار القديم عاش عصور الملكية وعصور الرئاسة، وعدى على الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد نجيب من قبليه، وبعدين الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس حسني مبارك، مرورا بالرئيس عدلي منصور، وبعديه محمد مرسي، وبعدين الرئيس السيسي. كل الحقبات من الزمن دي، كل هذه الأحقاب وكل هذه المدة، في الحقيقة الإيجار القديم ما كانش بيمر على وتيرة واحدة. إزاي؟ بدأ الإيجار القديم أيام الملكية، لما الملك في الحرب العالمية الأولى قرر إن هو يحمي المصريين من الطرد نتيجة إن الأجانب توافدوا على البلاد، وكان المؤجرين اللي هم ساعتها كانوا بقى الملاك، لأن هم ما كانوش مستثمرين، دول كانوا أصحاب بيوت، كانوا بيأجروا للمصريين. ولما توافد الأجانب بفلوس كتيرة، ابتدوا يعلوا الأسعار، وابتدوا بالنسبة لهم يبقى الأجنبي أربح من المصري في عملية الإيجار. فبدأ طرد المصريين، بيع المصري لأخوه المصري، علشان الفلوس وعشان المصلحة وعشان المنفعة، وده أمر مفهوم في الطبيعة البشرية. فتدخل الملك وتدخلت البلاد لحفظ أبناء الوطن. بداية الأمر الحفاظ على الأمن المجتمعي، والحفاظ على أبناء الوطن في وطنهم. ثم من بعد ذلك سنة 48 صدر قانون تاني، تعدل القانون. وبعد كده فلغاية هذا العهد اللي هو تلاتينات، عشرينات، تلاتينات، أربعينات، خمسينات، عهد الملكية يعني نقدر نقول على كده، المالك دون ما كانش يعرف. المالك ده كان علاقة حرة ما بينه وما بين المستأجر، ثم تدخلت الدولة لحماية المستأجر وتغفل. لا خد خلو، ولا خد حاجة زيادة عن إيجاره ويمكن تأمينه، وبس على كده. الناس دي فعلا اتظلمت. الناس دي فعلا ليهم حقوق. الناس دي فعلا ما كانش يجوز ان الفلوس الحق الأجرة دي تقعد من سنة 40 لغاية سنة 2025 على حالها. فيبقى دي الحالة اللي هي تشل، واللي الرئيس السيسي اتكلم عنها، وان كل الناس اللي بتتكلم عنها، الحالة اللي هو الملك فيها اتغفل. دي المرحلة الأولى. المرحلة التانية في مرحلة الرئيس جمال عبد الناصر في الستينات. المرحلة دي الرئيس تدخل كما تدخل في كل شيء. أول حاجة أمم كل المصانع والشركات والمزارع، يعني أي حد غني في الوقت ده فلوسه اتأممت. يعني إيه اتأممت؟ يعني الدولة استولت عليها أو أخذتها أو حطت إيديها عليها. تمام تمام. وبعدين توزعت على الفقراء كما يقال، ودخلنا بيها كذا حرب، وحرب اليمن صرفنا الفلوس دي وصرفنا فوقيها كمان الاحتياط الذهب بتاعنا. وعمل الرئيس جمال عبد الناصر للفقراء الإصلاح الزراعي، اللي هو ادى كل واحد مش عارف كام فدان، وعمل لجان لتخفيض الأجرة عما كانت. ساعتها أكيد ده كان السبب ده ممكن يكون انخفاض أسعار الأراضي لوفرتها بقى في الوقت دون. القطاعيين ما كانوش محتاجين يبيعوا، القطاعيين كان عندهم آلاف الفدادين بيشتروا بس. لكن الفترة دي طرح أراضي كثيرة وكذا وكذا، فجايز يكون كان في وجاهة ساعتها
في رأي الرئيس جمال عبد الناصر لتخفيض الأجرة. ونرجع نقول الناس دي اتظلمت، لأن هم كانوا متفقين على حاجة، مع الاختلاف بقى عن الحقبة اللي قبليها، إن الناس دول كانوا يعرفوا بالقانون اللي بيورث الوحدة وبيجعل المستأجر ليه حق أصيل فيها، هو وأبنائه وأحفاده. ففي الحالة دي المالك كان يعلم تمام العلم ما سوف يحدث، ولكن اتظلم في موضوع تخفيض الأجر. عهد السبعينات بقى والثمانينات والتسعينات ده عهد مختلف. ده العهد اصل في معظم الجدالات اللي بتدور ما بين الناس بتاعه الايجار القديم والملاك والمؤجرين والحكومه والدنيا والدين، الناس كلها تقول لك، المؤجرين يقول لك احنا مظلومين، احنا فلوسنا منهوبه وواقفه والمستاجر ده محتل لاشيائنا، والمستاجر يقول لا انا قضيت عقد وعملت خلو وكذا وكذا. ففي المرحله بقى اللي هي من اول سنه يمكن 70، السبعينات، الثمانينات، التسعينات، ال 25 سنه دول، ها، لا، الوضع هنا كان مختلف. العقد ان المالك يعلم تمام العلم بالقانون وبنظام الايجار في مصر اصلا. ولما عزف الناس، عزف يعني امتنع المستثمرين عن بناء العقارات والعمارات في نتيجة للممارسات اللي كانت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ابتدى الرئيس السادات يتدارك هذا الامر بان هو عمل تشجيع للمستثمر ان هو يخش يبني عمارة للايجار، بعمل مميزات خطيرة جبارة: إعفاء تام من الضرائب. أدي واحدة، ودي حاجة مش قليلة. اتنين، 40 أو 50% من مواد البناء فور فري، مجانا، دعما من الدولة لصالح المستأجر وتشجيعا للمستثمر حتى يستثمر. وفي الوقت ده معظم الأحياء الجديدة اللي احنا نعرفها في القاهرة أو يمكن في القاهرة الكبرى كمان والجيزة، حي الدقي، حي العجوزة، حي المهندسين، حي فيصل، الهرم، المنيا الأجزاء منه، أحياء كثيرة في مصر بدأت في السبعينات، أواخر الستينات، سبعينات، تمانينات، تسعينات. الناس دي كلها دفعت خلو، والسينما وثقت هذا الحدث في معظم أفلامها. وكانت مشكلة اجتماعية ساعتها إن مفيش شقة بدون خلو. الناس دي دفعت في أصل رأس المال، دفعت في أصل الوحدة. لان لو احنا العلاقه دي ايجاريه يبقى الناس دي هتدفع تامينها وايجارها زي ما بيحصل دلوقتي وقبل كده وبعد كده وفي كل دول العالم. لكن الناس دي دفعت ارقام تصل ل 20 و30 و50% من حق الوحده تعويضا للمؤجر عن ما استثمر في الوحده. ده غير التعويض اللي الدوله اديته له بعقد رضائي تماما. ما هو العقد؟ العقد هو توثيق. يعني في بدايه الامر الناس بتتقابل، بيحصل إيجاب وقبول، اتفاق، وبعد الاتفاق معاهدة، بيعاهدوا بعض: أنا هاخد ده، أنا هدفع كذا، وأنا هحفظ لك أمنك وأمن أسرتك وهساعدك في المعيشة وتسلم، وشؤون العمارة ما تقلقش منها خالص. عمليات تطمين حصلت من المؤجر للمستأجر بخصوص هذا الشأن. وبعد ما خلصوا اتفاق خالص أبرموا عقد. ومعظم العقود دي كمان وثقت في الشهر العقاري. العقد ده فيه إيه؟ عصارة ما اتفقوا عليه. طب ليه وثقة؟ عشان ما حدش فيهم يرجع في كلامه، عشان العقد شريعة المتعاقدين. ازاي ما سيادة المستشار رئيس الدولة للجهات النيابية بيقول العقد شريعة المتعاقدين فقط للناس اللي بتمشي على قانون 96، اما بقية قوانين مصر والحياة وجيل اكتوبر والناس اللي بنت مصر واحياء مصر، دي مش العقد شريعة المتعاقدين، دي الدولة وما تشاء أو البرلمان وما يريد. لكن العقد شريعة المتعاقدين ده حديثا فقط في القانون المدني. ده تمييز بين القوانين وتمييز بين الناس وتمييز يعني في كل شيء. الحقيقة الواحد مش عارف فيه يعني. أنا هعمل فيديو تاني تعقيبا على ما جرى الأسبوع اللي فات. ولكن فهمنا يا جماعة، فالإيجار القديم ده مش حقبة واحدة ومش شيء واحد ومش لوتشة مش لوكشة واحدة على بعضه كده، فإن إحنا نتحط في إن هو حاجة واحدة. لا، الإيجار القديم مش حاجة واحدة. فالعقد الرضائي اللي اتمضى بين الناس دون وفي ظل قانون الدولة اللي شكل مراكز قانونية، لا يجوز لأي قانون كان هيصدر في المستقبل مثل ما حدث
أن يلغي أحكام قانون سابق تم العمل به وكان العمل به 30-40 سنة في الدولة، والناس دفعت فلوس وتعاقدت بناء عليه، وبنيت حقوق وبنيت مراكز قانونية. فهذا عن 100 سنة في الإيجار القديم، وكيف أن الإيجار القديم ده ليس شيئا واحدا. خلونا نفتت المواضيع بقى كده يا جماعة، علشان كل الناس اللي هي كل واحد بيدفع بدفعه. خلونا كده نشار الفيديو دون لكل الناس والسادة الملاك يخشوا لنا رأيهم ايه في القصة دي. واحنا دلوقتي بندافع عن العقود الرضائية. القانون صدر ولكنه غير دستوري، وتم تطميني من السيد المستشار محمد فهمي من يومين. في الحقيقة راجل محترم جدا وضليع. قال لي ان كل الدستوريين وكل المستشارين السادة المستشارين وكل الناس بيقولوا ان هذا القانون غير دستوري، وخصوصا المادة التانية بتاعة الطرد. فاطمئنوا جميعا يا جماعة ان المحكمة الدستورية سد منيع، وهي اللي بتحفظ الأطر القانونية والقواعد المنظمة ما بين السلطات الثلاثة، وإلا يكون سقط القانون في بلادنا. وأنا أنأى بالقضاء وبنزاهة وشرف القضاء والمحكمة الدستورية العليا ورفعتها عن مثل هذا، لأن لها حكم تحدثت عنه المستشارة تهاني الجبالي رحمها الله سنة 2002، وقالت إن أي قانون هيصدر يخالف هذا الحكم فإنه سيدفع عليه بعدم الدستورية ومنازعة التنفيذ. كمان يحق لأي مواطن أن يرفع منازعة تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا. ففي انتظار المحكمة الدستورية العليا وما ستحكم به في هذا العبث القانوني الذي حصل والقانون الجائر الذي صدر. ولازم نبقى عارفين حقوقنا ونفصص موضوع الإيجار القديم ده. والفيديو الجديد إن شاء الله أنا هتكلم فيه عن الإيجار القديم دينيا، وتفصيص ما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، اللي طلعه الشيخ خالد الجندي بشكل اقتضب، يعني خد حتة كده بس اللي هي يستشهد بيها عن ما يريد، ولكن الأمر في حقيقته مختلف عن كده تماما. لازم نعرف الدين بيقول ايه في موضوعنا، وزي ما قلنا كده هو مش موضوع واحد، ده 4 مواضيع، فهنفهم الدين بيقول ايه في كل موضوع فيهم. يلا صباح على خير وتحياتي.